فلهذا أنا يعني هذه الحلقة أقول لكم اذهبوا لكل رجال الدين، منشنوهم في تويتر، في الانستغرام، في سناب شات، أينما وسيلة اذهبوا إليهم سلوهم ما رأيك بمقاطعة قطر؟ سيلزمون الصمت كأنك في مقبرة وتنده وتنادي عليهم. تعلم لماذا؟ لأنهم يعلمون لو نطقوا بنصف كلمة ستفضح أرصدتهم عن طريق قطر، ستفضح. فلا نسكت أحسن، نسكت عشان الحقائب المالية التي كانت تأتينا أفضل. خلنا ساكتين، وهم ما تركوا مصر ولا السودان ولا كل الأمة تدخلوا بها الحمد لله، كل الوطن العربي تدخلوا به. حتى قائمة الإرهابيين، قائمة الإرهابيين، هل رأيتم تعليقا من رجال الدين؟ سؤال أسألكم، أنا أسألكم، أنا أريد تحريك عقولكم، ما تكونون إمعة. إذا أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. الدين ما يأمرك تكون ساذج، الدين ما يأمرك أن تكون غبي، الدين يريدك أن تكون عاقلا. حرك عقلك، استوعب. هل رأيت رجل دين يتكلم عن قائمة الإرهابيين أم صمتوا؟ صمتوا، لأن كل من في القائمة أصدقاء لهم، ولا يخلو أحدهم من مجلسه، ولا يخلو أحد من أنه جلس معه أو سافر معه أو حتى صافحه أو حتى باسمه أو حتى تعاون معه. فلهذا لا يجرون على الكلام. أمس كان صديقك، الآن فهم بين نارين: قرار دولة هؤلاء إرهابيين، وما بين قرار أن هؤلاء أصدقاء لنا. علمتم؟ هي أحزاب. أصبح